ليلة بكى فيها الرئيس السادات والسر زينات صدقي. زينب محمد مسعد اللي الناس كلها عرفتها باسم زينات صدقي. الست دي كرست حياتها كلها للفن، ضحكت ملايين الناس بموهبتها البسيطة والسلسة، لكن في الآخر الفن ما ادهاش حقها. زينات عاشت حياة صعبة جدا، وصل بيها الحال إنها باعت عفش بيتها عشان تلاقي فلوس تعيش بيها في وقت الكل اتخلى عنها. سنة 1976 الرئيس السادات دعاها لحفل تكريم علشان تستلم درع عيد الفن، لكن المفاجأة إنها رفضت الحضور لأنها ما كانش عندها هدوم غالية تناسب الحفل وتطلع بيها قدام الناس ولا تقابل بيها رئيس الجمهورية. ولما السادات عرف السبب اتأثر جدا وبكى على حال فنانة أسعدت الملايين. السادات بعت مراته السيدة الفاضلة جيهان السادات، راحت وقابلت الفنانة زينات، قال لها تروح تبلغها بموعد التكريم وتاخد ليها هدوم جديدة وغالية وتقول لها إن دي هدية من الرئيس نفسه عشان تحضر بيها الحفل. وكمان قرر يصرف لها معاش شهري 100 جنيه واداها شيك ب1000 جنيه وقتها، ودعاها لفرح بنته واداها رقمه الخاص وقال لها أي حاجة تحتاجيها يا زينات اطلبيها مني فورا، أنا تحت أمرك. رحم الله الرئيس السادات.